أنا اليوم وهلأ اكتشفت شو هي مشكلة اليوفي هذا الموسم. يا جماعة السيدة العجوز عندها قدرات ممتازة، ولكن مشكلتها إنها تضيع كثيرا، تخلق الفرص ولكن تهدرها باستهتار. مش طبيعي اليوم يا جماعة اليوفي يمكن صحت له شي 5000 فرصة كلها ضاعت، والسبب كان أكيد تسرع اللاعبين، وهذا الشيء قطعا بالإضافة قلة الخبرة عندهم. فإذا بنرجع على لقاء ريال مدريد واليوفي، لقاء التاريخيين، اليوفي ركز على أول ربع ساعة، حاول يشتت ريال مدريد ويباغته بهدف، ولكن الريال نجا بأكثر من لقطة. من بعد الريال بدأ يزيد الرتم شوي شوي، ولكن الريال كان عم يستحوذ بشكل سلبي، ما شفنا ولا فرصة إلا عندما خرج كيليان من المنطقة وبدأ يتحرك أردا جولر أكثر بالقرب من منطقة دفاع اليوفي. هون بدأ الريال يشكل خطورة أكبر، ومع تسريع الرتم الريال خلق أكثر من فرصة، سنحت له أنه يسجل بأكثر من مرة، ولكن غياب الحظ بالإضافة التسرع من لاعيبة الريال كانت سبب بأنه الملكي ما يتقدم بالنتيجة. يا جماعة الريال ممتاز بالانتشار بالتمرير، ولكن إلى الآن في عندي مشكلتين واضحتين. أولا الدفاع شوارع مش طبيعي، الشوط الأول يا لطيف، أما الشغلة الثانية فنعم الرتم عم يتصاعد، ولكن لازم يكون بالمباريات القادمة أسرع من هيك. الشوط الأول انتهى والشوط الثاني تقريبا بدأ مثل الشوط الأول. أول 15 دقيقة اليوفي كان قريب من التسجيل، ضغط بمناطق الريال والريال كان عم يستميت دفاعيا. مع تقدم الدقائق الريال بدأ يستحوذ، وبصراحة مع كل هاي المشاكل الريال في دوري الأبطال شيء آخر تماما، وما في داعي لك هذا الكلام لأنك أنت حضرتك بتعرف. فبلقطة فردية من فينيسيوس جونيور، لقطة رائعة جدا 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 وانبسطت فيها. فيني قدم اليوم مباراة جيدة إلى ممتازة، ففي مساحة ضيقة البرازيلي سحر أعيننا وسحر دفاع اليوفي، فسدد ارتطمت بالقائم، عادت إلى الإنجليزي يلي أخذها بصراحة مقشرة، ولكن بيلينغهام من أول الهجمة كان عم يقرأها بشكل صحيح وكان مساهم فيها. الريال تقدم للأمام أكثر، ودي غريغوريو كان سد منيع لكيليان وإبراهيم وفينيسيوس وبيلينغهام وعديد النجوم من الريال، ولكن دفاع اليوفي أيضا كان مستميت. 5-3-2 من تودور كانت فعالة جدا، أغلقت المساحات وأغلقت الأطراف، ولكن الريال كل ما زاد الرتم كل ما عم يتهدد دفاع اليوفي أكثر. وبالمقابل الملكي الله ستره بأكثر من لقطة بالشوط الثاني. مرتدة فلاهوفيتش كانت جدا خطيرة وناقوس خطأ، تسديدة كوستيتش، تسديدة ديفيد، كل هي اللقطات كانت ممكن انها تتسجل في مرمى تيبو كورتوا اللي ايضا تألق اليوم وكان سد منيع جدا امام هجوم اليوفي. الكل تقريبا في ريال مدريد كانوا جيدين، ولكن لازم امدح 3 لاعبين ساهموا في هذا الانتصار. اولا تيبو كورتوا مثل ما ذكرت لك، ثانيا إيدر ميليتاو بتدخلاته الدفاعية الحاسمة، أما ثالثا فلازم أقول إنه فينيسيوس جونيور قدم مباراة جيدة ومحترمة جدا. أما بالنسبة لبيلينغهام فأعتقد هي المباراة قد تكون سبب في عودة الإنجليزي إلى مستواه الطبيعي. ما رح أقول لك عاد بيلينغهام، رح أقول لك بدأ يعود الإنجليزي وهو هلا عم يطلع الدرجة شوي شوي. بالنسبة لليوفي فترتيبه في دوري الأبطال سيء جدا، لازم يحسن من ترتيبه في المباريات القادمة. الريال أهم شيء 3 نقاط، الانتصار دفعة معنوية إيجابية قبل الكلاسيكو، المباراة النارية التي سنشهد كثيرا من الأهداف وكثيرا من الأخطاء الدفاعية الساذجة. أنا بوعدكم بهذا الموضوع، الاثنين دفاعهم زبالة بصراحة، ولكن هجومهم قوي. بالنسبة لباقي المباريات الباري ينتصر برباعية بفوز سهل، جاكسون يتألق، عندك ليفربول بدأ يعود إلى سكة الانتصارات، ونتمنى أن هذا الانتصار يعيد إليهم الروح الإيجابية، وتشيلسي أيضا ينتصر. طبعا بين قوسين ليفربول سجل من كرات ثابته. طبعا ارتيتا قال لسلوت الله حيه لك مين معلمك اياها. هنا اصل الى نهايه حلقتي، لا تنسى من دعمك الاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله كمان تيكي.